رفضت المخرجة إيناس دغيدي تقنين زواج المثليين في البلدان العربية. ولن تصدق ما قالته إيناس دغيدي خلال لقائها مع الإعلامي علي ياسين في برنامج الفصول الأربعة. هم بيعملوا العلاقة أوكي، بس مش أنا تقنينها، لأ، بس إن هي موجودة أنا متقبلاها كفكرة ومتقبلاها إن أنا يبقوا موجودين. تحدثت إيناس الدغيدي أيضا خلال اللقاء عن شروط التي تجعل المساكنة حلالا من وجهة نظرها. هو حلال، أنا قلت إنه لو أنا بعرض عليك وأنت بتوافق والناس بتعرف. وتابعت أيضا إحنا الجواز في الإسلام عندنا هو 3 حاجات: عرض وقبول وإشهار. وأضافت لو أنا معلنة العلاقة والناس شايفاها وشاهدين على إن أنا وهو مع بعض وهو عارض وأنا موافقة، لأ مش زنا.